ده العشق بالنسبة ليّا، هنعمل منه أحلى طريقة ما بتاخدش وقت وسهلة جدًا، وأحلى كمان من اللي بتشتريه برّه، وهيتخزن معاكِ كمان لحد الشتا. يالّا بينا نسمّي بالله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا أنا جبت 2 كيلو من التين زي ما أنتم شايفين كده، كيلو سايباه بحاله والكيلو التاني أنا مقطعاه قطع صغيرة. جبت بقى الكيلو دوّة وحطيته في الخلاط وعليه كوبايتين ونُص من السكر وعليه كمان ليمونتين معصورين، وآخد بقى الكلام ده كله واضربه في الخلاط لحد ما القوام ينعم معايا زي ما أنتم شايفين. هاجيب بقى الحلة بتاعتي وأفضّي بقى التين بتاعي والقطع اللي أنا عاملاها برضك صغيرة هاحطها عليها، وآخده بقى أرفعه معايا على النار، كل ده على نار عالية لحد ما يغلي معايا. هاهدّي عليه النار تمامًا وأفضل كده أقلّب فيه، شايفين؟ كل مرّة بيمسك معايا، هيحتاج معايا ساعة ونُص على النار لحد ما هتلاقيها مسكت معايا زي ما أنتم شايفين كده. خطير يا جماعة، أحلى مربى التين دي والّا إيه؟ مربى التين بالقطع أحلى من بتاعة المحلات، ومضمونة وحلوة جدًا، تنفع ساندوتشات للمدارس وهتنفع معانا للشتا. طريقتها سهلة جدًا، ما فيش بقى تسلم إيدِك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة.